ايه ده بقى؟ دبوس شعر وزرار. حاطط دبوس في الزرار ماشي. كده في البنطلون. ايوه ليه؟ يا ابن اللذينه، لو مفيش ابره وخيط بدبوس شعر هتخيط الزرار وبسرعه، ولا دبوس ولا خيط ولا ابره بقى ولا الكلام ده. جامده دي. لا حلوه. اللي بعده. ده ايه؟ شوكه او ازازه في صباع الرجل؟ رخمه قوي دي. جبنا تومه ولزقناها على المكان ده. هنستنى شويه، ما تقوليش هتطلع. اوه يا ابن اللعيبه، حلوه دي وسريعه، بدل ما تقعد تعمل بقى بالابره. ده زيت. حطينا عليه بيكنج باودر. اه عارفها دي. بعد كده هنحط المكوه. جامده، الزيت هيختفي، ما تقوليش ازاي بقى. جامده قوي الصراحه دي. اي زيت هتطلع على طول من الهدوم. ماشي. ده رز. ايه ده؟ حطينا بالكوبايه ماشي، وبعدين هنحط بيض. ده ليه ده؟ تمام. اوه، وجبه سريعه، رز وبيض على طول في ثانيه. هي حلوه الصراحه، منجزه تنفع. ماشي، استنى بس، انت عملت لايك ولا لسه؟ عمال اجيب لك افكار بجيبها طول اليوم، اقعد ادور عليها عشان اجيب لك احسن افكار تنفعك. اعمل لايك ودعمني، خلاص داخلين على المليون، لو ما اشتركتش اشترك معانا في القناة. ويلا بينا نكمل. نعمل ايه؟ نرجع عيون البوتاجاز جديدة. هي كده جديدة. هي كده بتلمع اساسا. اوه دي كانت كده. عملت ايه بقى؟ ابهريني. ازاي بقت كده؟ خلصي. جبنا ملح ليمون. ماشي. بيبسي. او هات حاجة بقى عشان مقاطعة بيه كولا. ماشي، مسائل غسيل الأطباق. كربوناتو. تمام. مية مغلية. ماشي. بعد كده ننقعها نص ساعة ونبدأ ندعكها. يا بنت اللذينة، دي رجعت فعلا بتلمع. حلوة دي، هقولها لأمي هتفرح بيها أوي دي. اه. رخمة أوي الحركة دي. اه، جاب الشريط اللي معرفش اسمه ايه ده، الرباط ده. حط اتنين. صايع. لا حلوة. حلوة. ماشي اللي بعده. ايه ده؟ ده عود خشب. لف وهو. اوه ده طلع بلاوي فعلا. حلوه الحركه دي. طلع كل الشعر اللي مسدود في الحوض. دماغ شغاله. لا رايقه. ايه ده؟ يعني بجد الواحد لو شغل دماغه شويه هيطلع بكميه حاجات. يعني بعود خشب بس طلعنا كل البلاوي اللي جوه في الحوض. مش هتعرف تطلعها بحاجه تانية اساسا. هو عود خشب حل المشكله كلها. جامد الصراحه. اللي بعده. ده بترش ايه؟ معطر على المقشه. ده. اه، عشان تخلي ريحة السجادة حلوة، والريحة تثبت في السجادة. ماشي حلوة دي. سهلة دي. ايه بقى؟ منديل حطينا عليه شاور جل، او جل يعني صابون. تمام. سيبناه ينشف. وبعدين طبقناه. قطعته. ايوه وبعدين قطعناها مربعات صغيرة. تمام. ده ايه ده ليه؟ اه يا بنت اللذينة، حلوة دي. ده عشان وانت بره في اي حتة. حلوة. عشان وانت بره في اي حته، لو عايز تغسل ايدك تطلع بس حته صغيره وتغسل بيها، لان في ناس بتتقرف من الصابون اللي بيبقى محطوط في الاماكن اللي بره زي حالاتي كده. دي حلوه وهتنجز الواحد. لا حلوه. اللي بعده. ده ايه ده؟ ده دهب. تحطه في الصلصه ليه؟ ايه ده؟ حطينا الدهب في كيسه. دهب غالي اليومين دول. حطيته جوه الصلصه. اه دي بتخبي الدهب. ده عمر ما حد يوصل له. ده ايه ده كمان؟ حطيته في بتاعة القهوة دي، جهاز القهوة. يا بنت اللذينة. مكارة. سلكة المواعين. اه ده عشان الدهب غالي اليومين دول، تخبيه من جوزها بقى عشان ما ياخدوش يبيعوا. هو الفيديو ده لأي عروسة لسه هتتجوز جديد.
دي اماكن تخبي فيها الذهب بتاعك عشان تاني يوم ما تلاقيش جوزك واخده من فوق الدولاب. الذهب دلوقتي غالي وعمال يغلى ويزيد. دي اماكن عمر ما في حد يتخيلها، الست جابت اماكن صعب اي حد يوصل لها. ماشي اللي بعده. طريقة ازالة الحرق بمصفى. اه دي عارفها قلناها قبل كده. بمصفى هنطلع كل الحرق اللي في الكيكة وتطلع جديدة ولا كأن فيها اي حاجة. يعني انت كده وانت ست بيت شاطرة، لو حرقتي كيكة الكيكة اتحرقت منك ومش عايزة تبيني فيها اي حاجة، بمصفى بس كده من تحت تشيلي كل الحرق ده، تطلع جديدة ولا كأن فيها اي حاجة. ده للناس اللي ايه بتنسى الحاجات في الفرن، في ناس كتير بتعمل كده. دي هتنفع لستات البيوت الجديدة اللي لسه ايه ما اتعلموش يعملوا الكيكة. حلوة. اللي بعده. لا بص طلعت جديدة. ماشي. ده ايه ده؟ ده ورق نايلون، ده بتعمل بيه ايه؟ ثلاجة البيت دايما بتتوسخ بالدهون والغبرة، هنغطيها من بره بورق نايلون عشان هو اللي يتوسخ مش التلاجة نفسها اللي تتوسخ. والله هي فكرة. بتفرش المكان كله بورق النايلون ده، فكل الدهون والزيوت تيجي على ورق النايلون ده ويتشال بكل سهولة، وعلى دواليب المطبخ وفي كل حتة. حلوة. بس انا مش عارف هي عمليه ولا لا مع ستات البيوت، بس هي ميزتها ان الزيوت اللي بتيجي من الطبخ والاكل مش هتلزق في التلاجة او في الدواليب، فهتشيل النايلون ده بسهوله. مش عارف بقى هي دي هتفيدكم ولا لا، بس ستات البيوت ادرى، بس هي حلوه. اللي بعده. ده الدش. شالته ماشي، شالت راس الدش، حطت صابون وخل. ده ليه؟ نسيبه ساعه. تمام. شغلنا الميه. اوه ده طلع بلاوي. شفتوا اللي طلع ده؟ احنا كده بنستحمى بميه مش نظيفه. وانا اقول شعري ووشي بيبوظوا من ايه؟ اتاري الدش نفسه عايز يتنضف. يبقى كده هي حطت خل وصابون عشان انا هعملها دلوقتي، نضفت الدش من جوه. وده هيبقى صحي اكتر اصلا للبشره وللشعر لما الميه تطلع نظيفه. وانا اللي مستغرب شعري ووشي بيبوظوا من ايه. هقوم اجربها دلوقتي. وبكده خلصنا حلقه النهارده. افكار جديده الصراحه، في حاجات كنت عارفها وفي حاجات اول مره اعرفها. اللي انا مش عارفه هبدا اطبقه. وطبعا زي ما قلت لكم في سلسله جديده هنعمل فيها الافكار دي كلها عملي، هنزلها لكم فيديوهات، هنطبق كل الافكار دي ونشوف ايه الصح. وطبعا زي ما قلت لكم برضو اطمنوا كل الافكار صح، لان انا بشوف الحاجه الاول عند كذا حد اشوفها نفعت ولا لا. لو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك، لو ما اشتركتش اشترك، خلاص داخلين على مليون هانت. واستنوني الفيديو الجاي بافكار جديده هتعجبكم ان شاء الله. يلا. سلام.